شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بوصول وانضمام أول 3 طائرات من طراز رافال الفرنسية، والتي تعد الدفعة الأولى ضمن الصفقة التي أبرمتها مصر مع فرنسا في فبراير الماضي، والتي تقضي بتسليم 24 طائرة رافال وفرقاطة متعددة المهام من طراز فريم. وأكد القائد العام أن القوات المسلحة تقوم بدور وطني داخل مصر لمكافحة قوى التطرف والإرهاب وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ودعم جهود الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن اعتزازه بنمو العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات. وهنأ مصر والقوات المسلحة بامتلاكها أحدث الطائرات على مستوى العالم والتي تؤدي كل المهام بكفاءة عالية. واستمع الفريق أول صدقي صبحي إلى شرح من الطيارين عن الحقائق التفصيلية لكفاءة الطائرة الرافال وقدراتها القتالية وأسلوب التعامل مع الأهداف المعادية، والتي تعد إضافة جديدة في منظومة التسليح والاستعداد القتالي للقوات الجوية. وأكد على اعتزازه بالجهد الذي قام به رجال القوات الجوية في التدريب على مهام قيادة وصيانة مقاتلات الرافال الجديدة في زمن قياسي، مشيدا بالدور الذي يقوم به رجال القوات الجوية في حماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي. وأشار القائد العام إلى أن القوات الجوية ماضية في الحفاظ على أعلى معدلات التدريب والاستعداد القتالي وامتلاك أحدث نظم التأمين الفني وإعداد وتأهيل الطيارين والفنيين بما يتناسب مع أحدث النظم وأساليب القتال الجوي، لتظل القوات الجوية في أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي. حضر المراسم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق يونس المصري قائد القوات الجوية وسفير فرنسا والملحق العسكري لدولة فرنسا، وعدد من قادة القوات الجوية. أعزائي المشاهدين، حول هذا الحدث الذي احتفلت به قواتنا المسلحة الباسلة، وهو وصول 3 طائرات رافال من منظومة 24 طائرة، حدث يعني أسعد المصريين. هذه الطائرات ستكون جزء أيضا من العرض العسكري في الافتتاح العالمي لقناة السويس الجديدة. الموضوع لم يكن موضوعا مصريا حتى على المستوى الدولي، كانت هناك إرهاصات وتداعيات كبرى على المستوى الدولي وخصوصا الفرنسي. كان الاحتفال في الشهر الذي أبرمت فيه بدايات أو إرهاصات هذه الصفقة كان مدويا في فرنسا، التي يعني كان الإعلام الفرنسي ليلا نهار يتحدث عن إمكانيات هذه الطائرة وعن احتفائه بأن مصر ستحصل على هذه الطائرة، وأن كان ذلك بالنسبة للفرنسيين هو فاتحة خير على هذه البلاد. فعلا بعدها كان هناك يعني كانت مصر هي أول دولة اشترت هذه الطائرات من شركة داسو المتخصصة العالمية، ثم أتبع ذلك عقودا أخرى منها إلى قطر إلى الهند إلى غير ذلك. عن وصول إذن هذه الدفعة الأولى، إمكانيات هذه الطائرات المقاتلة في زمن تشتبك فيه الأحداث وتتواصل عاصفة في إقليم على صفيح ساخن، وأيضا على خلفية تطورات
تطورات متغيرات ومتحولات في التعاطي الغربي مع الملف الإيراني والتسلح أو سباق التسلح الذي قد يبدو ممكنا في منطقة الشرق الأوسط. ما هي إمكانيات هذه الطائرات وموضوعات أخرى كثيرة وسلة أسألها على ضيفي الكريم الذي أستضيفه في هذه الفقرة، ويسعدني أن أرحب بسيادة طيار أركان حرب هشام الحلبي، وهو المستشار أيضا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. كان عرضا عسكريا يعني جميل، وأثبتت أيضا فيه مصر قدرتها على أن هي صاحبة القرار عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان هناك العلاقة مع روسيا فيما يسمى بالعلاقة الاستراتيجية 2+2، لما ذهب هو وزير الدفاع كان وزير للدفاع وذهب معه وزير الخارجية واستقبلهما أيضا سيرجي لافروف وسيرجي شويغو، بأن مصر قادرة على أخذ القرار في تنويع السلاح. نبدأ من هذه النقطة، أين رافال من قدرة مصر على تنويع هذا السلاح، وماذا ستضيف هذه الطائرات رافال إلى يعني الترسانة العسكرية الجوية المصرية القوية والعتيدة؟ سياسة تنويع مصادر السلاح هي سياسة كانت بدأت منذ زمن مبكر الحقيقة، من بعد حرب أكتوبر 73. وكان في هذا التوقيت بعد الحرب قررت مصر تنويع مصادر السلاح حتى لا يتم الاعتماد على مصدر واحد. طبعا السلاح والسياسة وجهين لعملة واحدة، فبالتالي يمكن أن في بعض وجود توتر بين دولتين يتم إيقاف قطع الغيار، يتم إيقاف الصفقة وهكذا. فبالتالي مصر الحقيقة نجحت في توقيت مبكر جدا في هذه السياسة، إضافة إلى نقطة مهمة جدا وهي التحديث المستمر لمنظومة التسليح في القوات المسلحة عموما. تنويع مصادر السلاح مش أي دولة تقدر تعمله، لأن هيلاقي عنده سلاح من دول كثيرة من الشرق ومن الغرب، محتاج منظومات تأمين فني عالية، محتاج تدريب عالي ومتنوع على هذه الأنواع، وبالتالي مش أي دولة تقدر تقوم بهذا الموضوع. الحقيقة المقاتل المصري استيعابه للتكنولوجيا وللأسلحة من دول كثيرة يعني أصبح محترف في هذا الموضوع، وبالتالي أتت الرافال تطبيقا لهذه السياسة في تنويع مصادر السلاح والتحديث المستمر لمنظومة التسليح، وبالتالي هي تتويج لهذه السياسة واستمرار ليها إن شاء الله في المستقبل. قبل أن نتحدث عن الجوانب السياسية فيما يخص ماذا ستضيف طائرات الرافال للإمكانيات الجوية المصرية، وأيضا ماذا ستضيف بدخولها إلى معترك في الإقليم فيه حروب ساخنة كبرى وملفات مؤجلة، أبرزها وأخطرها هو تداعيات الاتفاق النووي المزمع عقده والذي تم التصويت عليه في مجلس الأمن. ما هي الإمكانيات الحقيقية لطائرات رافال؟ يعني رأينا تابعنا تقارير فرنسية تتحدث عن إمكانيات الرافال. ما هي الإمكانيات العسكرية والقدرات العسكرية التي تمتلكها هذه الطائرة بالمقارنة مثلا للترسانة الجوية المعروفة؟ يعني هناك عندنا النموذج الأمريكي، عندنا F-16 وطائرات كثيرة 35 وهي أكثر تطورا، إلى السوخوي وغيره من الأسلحة التي يتم أيضا التعامل معها ويتم تسويقها من طرف عشان نحط الموضوع في سياقه العلمي. هو الخبراء العسكريين بيقسموا أجيال الطائرات إلى 5 أجيال. الجيل الأول في سرعة وعجالة سريعة جدا، الجيل الأول ظهر في تقريبا سنة 1940 1942، وكان بداية وجود المحرك النفاث وتركيبه على الطائرات، وكانت الطائرة بس هي محرك وبعض الصواريخ أو القنابل اللي بيتم ضربها بأسلوب مباشر دون توجيه. وكان أبرز هذا النوع احنا شفناه الميج 17، ودي اشتركت في حرب 73. الجيل الثاني من الطائرات ابتدى تركيب الرادار في الطائرة ووجود صواريخ موجهة على العادم بتاع الطائرة المعادية، وكان ابرز هذا النوع في منطقتنا الميج 21، ودي اشتركت برضه في حرب 73. الجيل الثالث من الطائرات الرادار اصبح متقدم بصوره عاليه جدا، مسافات كبيره بيقدر يكتشف فيها الطائرات، وجود صواريخ راداريه بتوجه باستخدام الرادار، وكان ابرز هذا النوع في منطقتنا برضه الطائره الفانتوم. الجيل الرابع من الطائرات اصبحت التكنولوجيا اكثر تقدما بصوره عاليه جدا من حيث الرادار والامكانيات والتكنولوجيا واجهزه الكمبيوتر الموجوده في الطائره بالكامل،
وابرز هذا النوع موجود برضه في منطقتنا الاف 16. تحدثوا عن الرافال وقالوا بانها قادره على او هي بها منظومه للصواريخ او التعاطي مع الصواريخ الذكيه ذات الاهداف القتاليه المتعدده في الجو. ماذا يعني ذلك؟ الطائره الرافال بقى بتقع في الجيل الرابع بلس، نظرا للتقدم التكنولوجي العالي ما بين الجيل الرابع والجيل الخامس من الطائرات. في تصنيفين دخلوا ما بين الرابع والخامس، الجيل الرابع بلس والجيل الرابع بلس بلس. الطائره الرافال تقع في الجيل الرابع بلس، فبالتالي لها تكنولوجيا مجهزه بها اعلى من التكنولوجيا الموجوده في طائرات الجيل الرابع، ومن ضمنها اللي حضرتك قلتيه دلوقتي الصواريخ الذكيه، الاسلحه الذكيه عموما. الاسلحه الذكيه عموما اسلحه تطلق عن بعد مسافات كبيره جدا. احنا في معركه ضد الارهاب، يبدو ان الرافال بالنسبه بتقدير الخبراء الاستراتيجيين الفرنسيين بانها قادره على المساعده في الحرب ضد الارهاب. ماذا يفيد على الارض بالنسبه للمواطن العادي ان يكون هناك طائره ذات مهام متعدده منها رصد اهداف وضرب الاهداف بما يسمى بصواريخ ذكيه؟ نكمل النقطه بتاعت الاسلحه الذكيه اللي بتطلق عن بعد، بيتم فيها توجيه ذاتي للوصول الى الهدف، وبالتالي هي نقطه مهمه جدا في تجهيز الطائره ومناسبتها لمسارح عمليات ومدى كبير جدا يصل الى حوالي مدى الطائره الى 3700 كيلو، يعني تقدر توصل لباب المندب، تقدر توصل للجزائر. وبالتالي هذه الطائرة إضافة عالية جدا للقدرات الهجومية، فممكن أن تتصدى للإرهاب خارج الحدود وفي المجال الحيوي للدولة حيث تقع مصالح الدولة خارج حدودها. ودي نقطة مهمة جدا لمن تسول نفسه من جماعات إرهابية أو دول حتى إنها تؤثر على مصالح الدولة الموجودة خارج حدودها. حضرتك اتكلمت على منظومة رادارية. طبعا. فكرة تحديد الأهداف يبدو أن مستوى الدقة عالي بالنسبة لهذه الطائرات. طبعا. هل هذه المعلومة؟ لا طبعا. أولا الرادار رادار متقدم يستطيع الاكتشاف من أبعاد كبيرة جدا، تحليل الأهداف، تتبع عدد كبير من الأهداف، ممكن يصل إلى 8 أهداف في وقت واحد. وبالتالي قدرة الطيارة عالية جدا على التدمير، خاصة ان فيها حوالي 14 نقطة تعليق للذخائر متنوعة. اجمالي وزن الذخائر كلها يصل الى 9.5 طن. 9.5 طن ذخائر جوية، تعتبر حمولة ثقيلة، تدي قدرات تدميرية عالية جدا لأي أهداف وعدائيات موجودة على الأرض على مسافات كبيرة جدا من مصر. نرجع إلى الشركة الأم وهي شركة داسو. قد سوقت شركة داسو والجمهورية الفرنسية هذه الصفقة مع مصر باعتبارها أهم صفقة قامت بها ربما شركات الدفاع أو الشركات المصنعة للدفاعات الجوية الفرنسية، ثم بعد ذلك أتاهم الصفقة مع الهند كانت فتحة خير على الشركة. يعني انا ارجع والله لبدايه الاتفاق على الصفقه. كان حتى الشركه كتبت على موقعها انها بتتلقى بعظيم من الشرف طلب مصر بشراء الرافال. مسرح العمليات المصري والمقاتل المصري السلاح في ايده قيمته بتزيد، لان ده مقاتل عنده خبرات عديده، ما دول ابناء المقاتلين اللي حاربوا في 73. ده بالنسبه لنا، لكن بالنسبه لهم نحن بالنسبه للشركه والدوله المصنعه هذا السلاح قيمته ستزيد بوجوده في ايد المقاتل المصري، لانه لنا خبرات عديده في القتال. وكان بالطبع ده نقطه كانت مهمه جدا للشركه، لان اشترت بعد كده قطر، اشترت الهند، في عقود كثيره في الطريق بالنسبه للرافال، فطبعا كانت فتحه خير على الشركه. إذن هي فتحة خير على الشركة. كان أيضا حدثا ربما يكون الأهم والأبرز في التاريخ أو العقد ال10 سنوات الأخيرة في حياة فرنسا. نذهب الآن للوقوف عند التداعيات والاحتفال أيضا الرسمي التي قامت به القوات الجوية الفرنسية عندما سلمت هذه الطائرات. وإذا نلتقي مع التقرير الذي أعدته لنا الزميلة سهام فرج من هناك للوقوف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الموضوعات وأخرى. حلقت أول دفعة من طائرات رافال إلى مصر حاملة العلم المصري وبقيادة عسكريين مصريين تدربوا في إسترا، أكبر قاعدة لتجريب عمليات تحليق طائرات رافال.
وسلمت الطائرات الثلاث التي تعد أفضل إنتاج لمجموعة داسول للصناعات الجوية إلى المسؤولين المصريين في حفل أقيم في قاعدة إسر الجوية جنوب فرنسا بحضور سفير مصر في فرنسا إيهاب بدوي. تمكنت مصر بفضل العلاقات المميزة والتعاون الاستراتيجي البناء الذي يجمعها مع فرنسا من الحصول على هذه المقاتلات الفريدة عالية الكفاءة، وهو ما يعزز قدرة قواتنا المسلحة للدفاع عن مصر وصيانة أمنها. وتشكل الطائرات الثلاث أول دفعة من 24 طائرة التي اشترتها مصر ضمن صفقة بقيمة 5.2 مليار يورو. شملت أيضا فرقات من طراز فريم متعددة المهام وصواريخ، وهي حسب المختصين طائرات تتميز بقدرة عالية على المناورة وبها أحدث الأجهزة الملاحية ومنظومة رادارية متطورة تميزها عن باقي الطائرات الحربية من الجيل الرابع. هي طبعا بتوفر لمصر تكنولوجيا وتقنية جديدة، لأنه احنا إذا كنا بنتكلم سياسيا عن الانتقال لحروب الجيل الرابع فحتى نحتاج إلى طائرات الجيل الرابع اللي هي الرافال، وطبعا معروف إن هي بتسيرها 3000 كيلو متر بدون التزود بالوقود، امكانياتها عاليه، بتزود بالوقود في الجو. الحقيقه كل ده بيخلق ذراع قويه للقوات المسلحه المصريه وللاداره العسكريه المصريه ان تقوم بعمليات حمايه الاراضي المصريه في كل اتجاه. وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أكد أن طائرات رافال ستساعد مصر على تأمين قناة السويس ومكافحة الإرهاب في سيناء والقضاء على تنظيم داعش الإرهابية، مضيفا أن لمصر ضرورة استراتيجية كبرى لامتلاك وسائل الحماية البحرية والجوية التي تمكنها من الاطلاع بدورها الإقليمي لإحداث الأمن في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. هنالك جانبان لهذه الصفقة، الجانب الأول متعلق بمصر، لا شك أنه من الناحية العسكرية هنالك دعم للجيش المصري وهو يخوض معركة في شبه جزيرة سيناء ضد الإرهاب، هذا من جهة. أيضا يمثل نقطة انعطاف في التعاون السياسي ما بين مصر وفرنسا، هنالك منذ الزيارات المتبادلة ما بين الطرفين تدعيم للعلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية، وبالتالي يصب في تدعيم العلاقات الثنائية ما بين الطرفين. من الجانب الفرنسي هنالك رغبة فرنسية بضمان الأمن والاستقرار في مصر وفي المنطقة. تدرك فرنسا أبعاد أو أهمية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط. ومع تسلم أول دفعة لطائرات رافال أصبح الجيش المصري الجيش الأول الذي يستخدم هذه المقاتلات التي لم تكن متوفرة سوى للقوات المسلحة الفرنسية، وهو ما يضمن دوره القيادي في المنطقة ويعزز من قدراته العسكرية للتصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة سواء في الحدود المتوترة مع ليبيا أو الوضع في سيناء والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. تبدو صفقة رافال هذه خطوة مميزة في إطار التعاون الأمني بين فرنسا ومصر، وإقرار فرنسي بالدور المركزي الذي تلعبه مصر لضمان أمن المنطقة، خاصة مع تنامي التهديدات الإرهابية في كل من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. سيان فرج، التلفزيون المصري، باريس. إذن هذه الصفقة هي أيضا جزء من سياسة في المنطقة، الدور المركزي المصري أيضا في حماية هذه المنطقة، وتفهم على أساس أيضا ملفات ساخنة مطروحة حول هذه القضية ومواضيع أخرى في ذات السياق الاستراتيجي الأمني في المنطقة، وفي محاولة قراءة استباقية لما قد تكون عليه الأحداث، لا سيما بعد الاتفاق الغرب ومع إيران أو الاتفاق الأمريكي الإيراني وتداعياته. يسعدني مرة أخرى نرحب بضيفي الكريم سعادة اللواء الطيار أركان حرب هشام الحلبي، وهو المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. صباح الخير مرة ثانية. صباح الخير على السادة المشاهدين. حضرتك شفت إذا كان هناك احتفالا واهتماما غير مسبوق، فرحة غير طبيعية في فرنسا والشركة المصنعة، لأن دي طبعا تعتبر تسويق جيد جدا للطائرة في إيد مقاتلين عندهم خبرة قتال عالية جدا، وبالتالي شفنا مردودها حتى في طلبات الشراء للطائرة. قبل أن نغادر إلى السياسة، حضرتك قلت لي أن الطيارين المصريين لديهم كفاءات معروفة في العالم بالنسبة للتقنيات العسكرية. دي أنا هقولها بصورة عملية. كيف تم
التعامل مع رافال وغيرها يعني من الطبيعي ان الطائره تم التعاقد عليها من شهور بسيطه جدا. مع انتاج الثلاث طائرات اصبح الوقت المتاح للتدريب وقت ضئيل جدا، فكون ان الطيارين المصريين والمهندسين المصريين والفنيين المصريين يستوعبوا هذه التكنولوجيا العاليه جدا بتاعه الجيل الرابع بلس من الطائرات في وقت قياسي اذهل حتى الفرنسيين، انا بعتبر ان ده يشكل قوه رادع. الردع شيء رائع، لكنه يبدو أنه بعيد المنال. الثوابت في السياسة والمتحولات كثيرة جدا. بالنسبة لعملية التسلح يعني حضرتك بس مش بعيد المنال على مصر الحقيقة. تكلمت يعني على الجيل الرابع. بالنسبة للتكنولوجيا العسكرية، ماذا ما بين التكنولوجيا العسكرية وما بين الجيل الرابع للحروب، وفكرة أن يعني الغرب يحاول تسويق طبعا أسلحة وإغراق المنطقة بالأسلحة وبقوانين الجيل الرابع للحروب، يعني بدون أن تدخل هذه الدول أو الدول صاحبة يعني المصلحة في محاولة هدم الشرق الأوسط، ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير. كيف رأيت الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب؟ ما هو الثابت والمتحول بالنسبة للسياسة الأمريكية مثلا في ذلك، وكيف سيؤثر علينا يعني تداعيات هذه القضية بالنسبة لمصر وبالنسبة للمنطقة، وكذلك إذا أمكن طبعا الملفات الساخنة المطروحة وحضرتك عارفها. لا طبعا ابدا من سباق التسلح. اول نقطه حضرتك اثرتيها، سباق التسلح لن ينتهي في المنطقه. احنا بنعيش في منطقه ساخنه من العالم، هتلاقي سباق التسلح ده موجود في المنطقه بيننا وبين اسرائيل وباقي دول المنطقه والقوى الاقليميه اللي عايزه تلعب دور عالي جدا على حساب دور مصر او بقيه الادوار اللي موجوده في المنطقه. فسباق التسلح لن ينتهي. العامل الحاكم في القدرات القتاليه هو الفرد وليس السلاح. وده اثبتناه بصوره عمليه جدا في اكتوبر 73 اللي كان في ايدينا طائرات من الجيل الاول والجيل الثاني، تغلبنا على طائرات من الجيل الثالث اللي كانت بتمتلكها اسرائيل في هذا الوقت. فالمقاتل هو العنصر الحاكم والحاسم في اعمال القتال وفي الحروب. فمهما كان في سباق تسلح فهو ان شاء الله المقاتل المصري هو الاساس. هل التسلح حاليا يذهب في اطار تجاوز عمليه الردع الى تسلح نووي حقيقي في المنطقه؟ راينا سابقا المملكه العربيه السعوديه ادارت ظهرها للولايات المتحده وذهبت باتجاه موسكو، وكان ذلك تغيرا نوعيا يعني طبعا، وحدث حذوها دول اخرى يعني، وقالت كان هناك تصريحات ان هناك سيتم ايضا يعني الحصول على تكنولوجيا نووية. ما رايك كخبير؟ طبعا هو ابدا بقى من النقطه الثانيه ان هو الاتفاق ان 5+1 ما بين الولايات المتحده الامريكيه بقياده الدول الدائمه مجلس الامن والمانيا مع ايران حول تقليص برنامجها النووي. هذا الموضوع يعني الحقيقه اذا كان هذا الاتفاق على تقليص برنامج نووي ايراني، ماذا عن تدخل ايران في الشؤون الداخليه لدول الاقليم بصوره عاليه جدا وعلى وجه التحديد عشان نبقى محددين في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. وهذا التدخل الواضح ده يعني بيعمل على تنامي قوى ارهابيه وقوى اقليات في ايديها سلاح، وده مش في مصلحه لا الشرق الاوسط ولا مصلحه اوروبا ولا امريكا. حضرتك شايف انه يتم اطلاق يد ايران بالظبط؟ كيف ترى يعني جمله اعتراضيه بس عشان ده كان اسمها يعني عشان كده مش فاهمين ايه الثابت المتحول في السياسه الامريكيه، وليست هي الوحيده، حتى الاتحاد الاوروبي ايضا علامه استفهام، اسرائيل طبعا علامه استفهام مفهومه، لكن يعني عندما تعطى او تمنح 150 مليار دولار ايران ماذا يريد؟ ما هو 150 مليار دولار دول طبعا هتستخدمهم طبعا اضافه الى استخدامهم كامكانيات اقتصاديه داخليه، هتستخدمهم في تعزيز ودعم القوى الموجوده لها داخل الاقليم وداخل الدول العربيه على وجه التحديد. طيب هل تعتقد ان ده هيأثر؟ كيف سيؤثر في التعاملات مع القضايا الغير محسومه اللي هي جزء من امننا القومي المصري زي الملف السوري وخلافه؟ هل ترى طبعا خطوره على هذه الملفات؟ طبعا يشكل خطوره على هذه الملفات، وعشان كده هتلاقي حتى يمكن يعني انا سعيد جدا بقرار قمه الدول العربيه كان في شرم الشيخ بالاسراع في دراسه مشروع انشاء قوى عربيه مشتركه
مشتركة علشان هذه القوة تواجه هذه التدخلات السافرة، لأن في بعض الدول دلوقتي قواتها المسلحة مش قادرة تواجه العمليات الإرهابية. يعني تخيل حضرتك قوات مسلحة لدولة زي العراق أو زي سوريا أو زي ليبيا أو زي اليمن مش قادرة تواجه الجماعات الإرهابية اللي بتأثر تأثير مباشر على كيان الدولة، فبالتالي هتحتاج مساعدة خارجية. بدل المساعدة دي ما تيجي من أجندات خارجية زي تحالف أمريكي جاي يحارب داعش، يبقى في قوة عربية مشتركة هتساعد على تقليص ومواجهة هذا الإرهاب الموجود، وبالتالي هتساعد إمكانية التسليح العالية جدا زي الرافال وخلافه من العمل خارج الحدود، وتكون عنصر مؤثر وفاعل جوه منظومة التسليح للقوى العربية المشتركة. يعني عندما تهرول دول مثل ألمانيا، وكان ذلك مستغربا جدا بشخص أو في شخص وزير الدفاع الألماني للكعكة الإيرانية، ثم سيذهب رئيس الوزراء وزير الخارجية لوران فابيوس الفرنسي الأسبوع المقبل، وأجندة طويلة عريضة من أجل التعامل، فهكذا محاولة إغراق أيضا السوق الإيراني. ألا تعتقد أننا أمام يعني إشكاليات مضافة إلى ما نحن عليه، وستزيد من تعقيد الملف إذا كان الليبي على من ناحية، هو طبعا أمننا القومي، والسوري أيضا وهو كذلك طبعا. يعني أنا شايف أن دي طبيعة العلاقات بين الدول. يعني في 3 جمل يفسروا لنا كل المشهد: لا توجد صداقات دائمة، لا توجد عداوات دائمة، ولكن توجد مصالح دائمة. فبالتالي سياسة المصلحة على حساب مين ما لا تنظر توجد فاتورة ساعة طبعا من سيدفع الفاتورة ما بعد إطلاق يعني يد إيران في أنا مع حضرتك. العالم يعرف منطق القوة. إذا ما كانش الدول العربية هتتوحد كإرادة، وأنا شايف إن ده يعني في أمل موجود بالتوحد عن طريق قوة عربية مشتركة إن شاء الله تظهر للنور، ده اللي هيبقى يعني بداية الطريق الصحيح لتقليص كل هذه العدائيات. حضرتك اتكلمت على القوى العربية المشتركة. يعني متى سيرى هذا القرار يعني العربي المتوافق عليه النور؟ وقد نراه أيضا في منظومة تمتلك أسلحة متطورة قادرة على الدفاع عن أنفسها وعن المنطقة، على الأقل إيران. أنا شايف يعني وليس الحصر على طب أنا شايف إن الوقت اللي خدته دراسة مشروع القوى العربية المشتركة وقت قليل جدا، وده يعني يمكن رؤساء أركان الجيوش العربية استغرقوا جلستين فقط للوصول إلى المقترح النهائي، وده يدل على إن في توافق. لو كان في جلسات كثيرة كان يمكن يبقى في حجم خلافات، لكن جلستين فقط يبقى في توافق عالي جدا. المشروع فطوره النهائي انه هيعرض على وزراء الخارجيه ووزراء الدفاع للدول العربيه، وبالتالي انا شايف ان شاء الله ان بعد يمكن فتره بسيطه جدا هيظهر المشروع النهائي، وبالتالي يتم بقى اتخاذ خطوات عمليه على الارض لتكون هذه يعني هل نستطيع ان نقول ان هناك حتميه في ان يكون خلاص مفيش خيار؟ ليس يعني قوة عربية مشتركة. الارهاب الموجود في المنطقه ارهاب يؤثر بشده على كيان الدول. يعني لو بعد سنوات قليله لو ما فيش قوه عربيه مشتركه قد تختفي بعض الدول من على الخريطه ويتم تقسيمها، فبالتالي ما فيش اختيار. أرجع من حضرتك يعني إلى نقطة أخرى، وهي فكرة التسلح وترسانة التسلح والإرهاب بعد ظهور داعش والمخططات اللي خلاص سقطت الأقنعة، وإحنا فهمنا من الذي يحركها والاستخبارات. يعني رأينا مثلا تركيا تعرضت يعني بيقولوا إيه زي ما يقولوا اللي اتقبض عليهم ويعترفوا بالعمليات يعني داعشية في تركيا، وأن ينالها من الحب جانب يعني الذي صدرته لنا وتسببت جزئيا في خراب المنطقة. إلى أي مدى ممكن الأسلحة التقليدية ممكن أن تساهم في محاربة الإرهاب؟ الأسلحة التقليدية طبعا ممكن تساهم في محاربة الإرهاب، لكن مش عايز أنسى أن في إرهاب خارج الحدود. الإرهاب له سمة مختلفة شوية داخل المنطقة، أنه يرغب في التوسع عابر الحدود، له دعم خارجي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. فبالتالي اذا ما كانش هذا الارهاب يتم التعامل معاه داخل الحدود وخارج الحدود قبل ان يتم تنفيذ مخططه في التوسع والتنسيق بينه وبين بعضه، فهيتنامى بشكل عالي جدا. وبالتالي ان شاء الله باذن الله يعني منظومات التسليح، يعني مصر بتقود المنطقه، والتحرر القرار المصري الحقيقه يعني كان نقطه واضحه جدا في اختيار التسليح
وفي التحرك حتى الأوروبي والتحرك في اتجاهات كثيرة في روسيا والصين. فدي إن شاء الله هتبقى يعني أساس لقيادة المنطقة كلها لاتجاه وجود إطار أمن عربي مشترك. زي ما قال سيادة الرئيس يجب أن يكون هناك يعني صف واحد، أن تقف ده إطار الأمن العربي المشترك، ده الأساس، لأن أي حد هيجي من بره بإطار أمني أو مفهوم أمني وجاي طبقا لأجندته هو. إذا تحية خاصة دائما لقواتنا المسلحة الباسلة، وحضرتك تفضلت بأن الفروق الفردية ما بين في الجيوش ليست فقط هي الترسانات والإمكانيات العسكرية، هي الفرد هو الأساس. بالضبط، المقاتل هو السر، عملية السر نتكلم باللغة العربية. بشكر حضرتك، يعني كنا نتمنى ان الوقت يطول اكثر من ذلك كان نتعرف على المزيد من معلومات حضرتك الغزيرة. بحيي حضرتك وبشكرك. سيادة اللواء الطيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار ايضا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. شكرا حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، بقول معكم اذا مجموعة اخرى من الاخبار والمواضيع.